بابا عبال الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل لجهة العيون الساقية الحمراء. اليوم كيف تشوفوا حنا جايين مجموعة من المناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي في استقبال واحد مجموعة كبيرة من المناضلين اللي من قطاع السكك الحديدية اللي جاوا باش يشاركونا هذه الاحتفالات اللي الحمد لله مساهمة فيها المملكة المغربية كلها من كل جهة، واللي جاوا باش يحضروا معنا في الذكرى الخمسينية. الذكرى الخمسينية الحمد لله هذه السنة اللي هي مصادفة مع هذا القرار ديال المجلس، الحمد لله مجلس الأمن، واللي كان قرار جد مهم اللي كان فيه اعتراف بسيادة المملكة المغربية على أرضها، واللي الحمد لله هذا كنا متأكدين منه على أنها الأرض هي أرض مغربية وستبقى مغربية. ولكن اليوم الحمد لله يعني تأكدت في هذا اليوم التاريخي اللي هو يوم 31 أكتوبر، اللي نعتبره بالنسبة لنا يوم تاريخي ويوم اللي غادي نكونوا نحتفلوا به في كل سنة. فبهذه المناسبة باسمي وباسم المكتب الجهوي وباسم المناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وباسم الطبقة العاملة كلها في هذه الجهة نهنوا هذا الإخوان ديالنا اللي جاوا يحضروا معنا اليوم في هذا الاحتفال العظيم وبهذه الذكرى العظيمة اللي كذلك فيها يعني تقييم الخطاب الملكي السامي اللي أكد فيه جلالته على أنه لا غالب ولا مغلوب، واللي كذلك أكد فيه جلالته على أنه ملف الصحراء انتهى بصفة نهائية. فباسمي كيف قلت كنشكركم جزيل الشكر الإخوان اللي تحملوا عباء السفر من جميع جهات المملكة واللي جاوا اليوم باش يحضروا معنا. رانا كنشكروكم جزيل الشكر وكنرحبوا بكم في بلدكم وفي مدينتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد البرناوي، الكاتب الوطني للمتقاعدي السكك الحديدية بالمغرب. احنا مجموعة من المتقاعدين السككيين من المغرب كامل، من وجدة حتى الاسفي حتى لمراكش. جينا بالمناسبة ديال ذكرى ال50 المسيرة المضفرة. وبهذه المناسبة اولا نهنئ صاحب الجلالة بالعيد اللي سماه عيد للوحدة، اللي هو يوم ديال انتصار الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة. وجينا نحيو صلة الرحم ونحتفلوا بهذه الذكرى ال50 بمدينة العيون اللي هي القلب النابض للأقاليم الجنوبية، ونشاركوا الإخوان ديالنا بالاحتفال وبهذه الفرحة اللي هو زمن عيد المسيرة وعيد الوحدة الوطنية. ونشكر المكتب الاتحاد الجهوي لمدينة العيون على الاستقبال والحفاوة اللي استقبلونا بها وعلى الدعم ديالهم والمساندة اللي عاونونا في هذه الرحلة الميمونة، لأنه باش نتواصلوا مع السلطات هنا ويهيئوا لنا الفضاء ووجدوا لنا كل شيء. وكنشكرهم جزيل الشكر، والشكر موصول للسلطات ديال العيون اللي حتى هي مساهمة في هذه الرحلة. وشكرا لكم. مرحبا بنا في أقاليم الصحراوية. السيدة بهية رشيدة، عضوة في المكتب التنفيذي كمقررة، وكان لنا الشرف الكبير أننا نحضروا الأقاليم الصحراوية في هذه القافلة لمجموعة من السككيين المتقاعدين بمساهمة أولية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وثانيا للاتحاد المغربي للشغل. أتوجه بخالص التحية والامتنان للأخوات والإخوة بهذه الأقاليم الذين قابلونا بترحاب جميل يبشر بالخير، يبشر بطمأنينة النفوس.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذا اللقاء التواصلي، والهدف منه هو حضور مراسيم الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء وذكرى الخمسينية. أتوجه بالشكر للجميع، لجميع السلطات، لجميع الإخوة، لجميع المنسق الجهوي لمدينة العيون. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الإخوان، معكم سيف رضوان من متقاعدي الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. كان لنا الشرف أننا نحضروا رفقة عدة إخوان من عدة مدن مغربية هنا للاحتفال بالذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، والتي صادفت الاعتراف أو التأكيد الذي أتى من مجلس الأمن الدولي الذي أكد مغربية الصحراء. رغم أننا نحن مغربية الصحراء نحن نعرف أننا مغاربة، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولكن هذه لتأكيد لأعداء الوحدة الترابية حتى يطمئنوا ويرتاحوا بأن الصحراء مغربية. وحنا جد فرحانين لحضور هذه الذكرى كما قلت الخمسينية، ولنا شرف الحضور ديالها. كما أن قطاع السكك الحديدية اللي كنا كنشتغلوا فيه يعني في المسيرة الخضراء يعني ساهم، العمال ديالو ساهم في من الناحية اللوجستيكية في المسيرة الخضراء. وكان لنا شرف أننا حنا اليوم نحضروا ونشاركوا الإخوان ديالنا في العيون هذه الذكرى، والشرف كبير لنا، وكنشكروا جميع الإخوان اللي حضروا، وشكرا لكم. اسمي زيدان محمد، الكاتب الجهوي لقطاع الصحة بالمكتب الجهوي للأقاليم الجنوبية. أولا وقبل كل شيء احنا كنعتزوا بهذا اللقاء وكنرحبوا ترحاب جميل بالإخوة الوافدين علينا من جميع ربوع المملكة، من جميع